الفيلم بيبدأ بمجموعة من الستات والرجالة المتجوزين وهما بيحتفلوا وبيتكلموا عن الترقيات في الشغل. بعدها أليس وجاك بيخرجوا يلفوا بالعربية قبل ما يروحوا. تاني يوم بقى على الفطار بتحصل هزة في البيت كده بس كأن الموضوع عادي، فجاك بيقول لها ان ده بسبب الشغل في الموقع. بعدها بتخرج تودعه وهو رايح الشغل زي كل الجيران. في الوقت ده بقى بيبدأ الراديو لمشروع فيكتوري، وكل الموظفين بيروحوا الشغل والستات بتسمع فرانك في الراديو وهما بيروقوا البيت. بعدها بيروحوا درس الباليه، وهناك باك بتقول لهم ان هي عرفت من ان هما هيبنوا صف جديد من البيوت وراهم وبكده هيبقوا اقرب للبلد. بعدها بتدخل عليهم المدربة شيلي مرات فرانك وبتبلغهم ان مشروع فيكتوري وظف فرد جديد في الموقع اسمه بيل. مراته هتنضم ليهم في الدروس واسمها فوليت، وبتعرفهم عليها وبيبداوا التدريب. بعد ما بيروحوا باني بتقول لهم ان مارجت ما حضرتش الدرس عشان دكتور كولينز كان في بيتهم، وان هي متفاجئه ازاي تيد لسه في شغله، وان دان بيقول ان جاك احتمال يترقى ويبقى المدير التنفيذي. بعدها أليس بتروح وهي بتلم الغسيل بتشوف فوليت واقفه وماسكه طريقه ابنها، فبتستغرب وبتدخل البيت تحضر الاكل وهي بتسمع الراديو. بس ساعتها بتمسك بيضه وبتحس ان هي خفيفه فبتدوس عليها كده وما بتلاقيش جواها حاجه فبتتخض. ساعتها بقى جاك بيوصل فبتروح بسرعه تستقبله. تاني يوم باني وأليس وفوليت بيقعدوا على حمام السباحه، وفي الكلام كده فوليت بتسال أليس لو عندك عيال، فباني بتقول لها ان هم مش حابين يخلفوا ومبسوطين كده. بيروحوا كلهم بقى حفله فرانك في بيته، فأليس بتسيبهم وبتتفرج على مخطط مشروع فيكتوري، وساعتها باني بتاخدها وبيرجعوا يقفوا سوا. فوليت بتحكي لهم على شهر العسل بتاعها في سي ايلاند، فأليس بتقول لها ان هي كمان حضرته هناك، وبتقول لهم ان هي متوتره من ساعه ما نقلوا، بس بيل بيقول لها ان ده بسبب فرق التوقيت. فباني بتقول لها ان ده بسبب تاثير الصحراء وان هي تتعود. ففوليت بتقول لها ان دكتور كولينز برضو قال لها كده. في الناحيه الثانيه بقى بيل كان بيسال جاك بيشتغل في ايه، فقال له ان هو مهندس تقني بس مش مع تيد ودان في نفس القسم. بعدها شيلي نادت على الكل ورحبت بيهم، وان هي مبسوطه ان هم هيكون عندهم الفرصه ان هم يتعلموا من فرانك لانه بنى حاجه مميزه ومختلفه، وان هم في المكان دوت عشان يساندوا بعض. بس فوليت قطعتها في الكلام وسالتهم هم في المكان ده ليه وان المفروض ما يكونوش هنا. وقتها تيد شدها بره الحفله، بس كلامها وتر الكل. ففرانك قال لهم ان هي وجوزها في وضع صعب، وقال لهم ان وجودهم هنا عشان ينقبوا عن الطاقات الخالصه والغير محدوده اللي في المكان، والطاقات ديت محدش يقدر يتصورها. بعدها بيسال دان عن ايه هو عدو التقدم، فبيقول له الفوضى، وبيكمل كلامه بقى ان الفوضى بتضيع الطاقات وبتقلل الابداع وبيشجعهم اكتر بقى. وبيقول لهم ان هم في الاول كانوا غرباء في المكان اللي فيه، ودلوقتي كلهم يعرفوا بعض كانهم عيله واحده زي دكتور كولينز، وانه من اوائل الناس اللي ساهمت في وجود المكان. حتى بيل اخر مستكشف انضم ليهم يعتبر من العيله، وبيشكر كل الستات الموجودين لانهم بيساندوا ازواجهم. بعد ما فرانك بيخلص أليس بتدور على مارجريت، بس تيد بيقول لها تسيبهم شويه لوحدهم وهي هتبقى كويسه. فمارجريت بتقول لها ان مفيش حاجه كويسه، حتى ان هي مش قادره تنام وبتشوف كوابيس. قبل ما تكمل كلامها بقى جوزها بيقفل البلكونه، فأليس بتسيبهم وبتروح لجاك. تاني يوم بقى كل البنات بيخرجوا المول سوا وبيتكلموا ان كل اللي بيحتاجوه بيقدروه وبيجيبوه، وبيتكلموا عن حاله مارجريت. فأليس بتقول لهم ان حالتها صعبه، فباني بتقول لهم ان اللي عملته خلى تيد يطرد. فبيك بتقول لهم ان هي ما استحملتش لو بيتر حصل له كده، بس أليس بتدافع عنها وبتقول ان هي بتمر بوقت صعب وهتتحسن. فباني بتقول لها ان هي السبب في كل حاجه، وان هي اللي ودت ابنها بره الصحراء. فأليس بتقول لها عشان كده كانت بتشوف حاجات، بس باني بتقول لها ان هي كانت بتهلوس وعارفه ايه اللي ممكن يحصل، لان كل اللي طلب منهم في فيكتوري ان هم ما يخرجوش بره ويفضلوا في الامان. وبرده خدت ابنها معاها للصحراء، ولما لقوها ما كانش معاها ابنها. بعدها الارض بتتهز تاني، فباني بتقول لهم ان ده بسبب شغلهم. فبيك بتسالهم هو ايه اللي ممكن يكونوا بيشتغلوا عليه، وان هي عارفه ان هم بيطوروا مواد متقدمه، بس بيتر ساعات بيلمح ان هم بيصنعوا اسلحه وده كله بيحصل تحت الارض. فباني بتوقفها في الكلام وبتقول لها ان هم ليهم وظيفه في المكان دوت، وان هم يهتموا بازواجهم واولادهم ومش هيقدروا يتقدموا في اي حاجه. في الوقت دوت أليس بتتخيل حاجات حتى لما بتروح وتنام. تاني يوم بقى بعد ما أليس بتودع جوزها وهو رايح الشغل بتبدا تنظف البيت وهي بتسمع الراديو. بعد كلامه بقى بتفضل تفكر في العالم اللي حواليها وبتخرج وتركب الباص. ساعتها السواق بيسالها لو نازله تتسوق، فبتقوله ان هي زي قطفه نازله بس عشان تغير جو. بعدها بتشوف طياره في السماء وهي بتقع، فبتنادي على السواق يشوفها بسرعه، فبيقول لها انه ما شافش حاجه. ولما بتطلب منه يوديها ناحيتها بيقول لها ان ده مش طريقه، فبتستغرب من كلامه وبتقوله ان هي ما تقدرش تروح هناك لوحدها، وان اكيد اللي في الطياره عايز مساعده، بس بيرفض يساعدها وبيقول لها ان ده مش طريقه. فبتنزل من الاتوبيس لوحدها ناحيه الطياره، ولما بتعدي من هناك بيكون في يافطه ان الطريق ده فيه مواد خطره، وان الامن بس هو اللي مسموح ليهم يمشوا منه، بس ما بتهتمش والسواق بيسيبها وبيمشي. ساعتها بقى بتفضل ماشيه وسط الصحراء لحد ما بتوصل لمكان كده شبه القبه، شكلها غريب ومتقفله بازاز، واول ما بتقرب منها وبتلمسها بتدخل في دايره بتحلم فيها بعرض باليه، وبتسمع فيها كلام من وعيها بصوت فرانك عن ان هم لازم ينسوا الاحاسيس اللي المجتمع علمها لهم، وينسوا الفوضى اللي بتحصل تحت مسمى المساواه، وان لازم حياتهم يبقى اساسها النظام، ويخلوا ذهنهم يغوص في الحقيقه دي. بس ساعتها بتصحى على صوت بيناديها، واول ما بتفوق بتتخض لما بتلاقي نفسها في البيت وجاك بيعمل الاكل. ولما بتساله بيعمل ايه فبيقول لها انه بيعمل العشاء. بعدها بتساله لو يعرف هي رجعت البيت ازاي، فبيقول لها اكيد بالاتوبيس. فسالته لو السواق راح وراها ورجعها معاه، بس هو ما فهمش هي بتتكلم عن ايه. فبتقول له ان هي شافت طياره وهي بتقع، فبيقول لها ان ده لو حصل اكيد كان هيسمع صوتها لانه هيبقى عالي جدا. بيحاول بقى يهديها، فبتتاسف له وبتقول ان هي متوتره بسبب الحلم الغريب دوت، وبتقف تعمل معاه العشاء. بعدها بيسالها لو بتحبه، فبتقول له اكيد. تاني يوم الصبح بعد ما بتودعه وهو رايح الشغل بتبدا
زي الطبيعي تنظف البيت وهي بتسمع الاذاعه، بس بتسرح في الازازه وهي بتلمع، وبتحس مره واحده ان هي مخنوقه بين الازاز والحيطه فبتزق نفسها لورا وهي مرعوبه. بعدها التليفون بيرن فبتحاول تستجمع نفسها وبترد، فبتلاقيها مارجريت وبتسالها لو راحت هناك وان هما بيكذبوا على الكل وان هي مش مجنونه ولازم يهربوا من المكان ده. فاليس بتقول لها ان هي مش هتقدر تكلمها ولازم تبطل كلامها السخيف دوت، وقفت في وشها وهي بتتكلم. في درس الباليه بقى اليس بتقف قدام المرايه وهي بتتدرب، بس بتلاقي مارجريت قصادها فبتتخض وبتفضل تقرب منها. ساعتها مارجريت بتفضل تخبط دماغها في المرايه لحد ما بتتكسر، فاليس بتصوت والكل بيبص لها باستغراب بس ما بيكونش في حاجه. بتجري على البيت بقى وهي مرعوبه وبتروح ناحيه بيت مارجريت وبتلاقيها واقفه فوق البيت وبتموت نفسها بالسكينه، واول ما بتقرب منها الامن بيبعدها. بتروح تحكي كل اللي حصل لجاك وهي متوتره، فبيقول لها ان هي في المستشفى مع تيد وكل اللي حصل انها وقعت وهي بتنظف الشباك، وان اللي حصل يمكن بسبب حالتها الصبح. بس اليس فضلت تلوم نفسها عشان لما مارجريت حاولت تشتكي لها ما وقفتش جنبها. بعدها سالت جاك لو يعرف ايه اللي بيحصل في المكان ده وهما بيعملوا ايه، فقال لها ان وظيفته مهندس تقني بس. فضلت تعيد السؤال كذا مره، فقال لها ان دي اسرار، حتى انه ما ينفعش يتناقش الحاجات ديت مع الاقسام التانية. ومن كتر اسئلتها وان هي بتلح عليه زعق فيها وقال لها انه بيشتغل على موضوع مهم، والمهمه اللي فرانك شغال عليها مهمه جدا، وان الفرصه دي ما بتجيش لكل الناس، وان لو فضلت تتكلم كده ممكن يتفصل من شغله وحياته تبوظ، فلازم تمسك اعصابها عشان تحافظ على حياتهم. كلامه خلاها تتوتر. فتاني يوم وهي بتغلف الغدا بورق الاسترتش لفت على وشها لحد ما نفسها اتكتم وفكته على طول. بعدها زارهم دكتور كولينز وقال لها حالتها بسبب الارهاق، وسالها لو واجهت اي ضغوطات، فجاك قال له ان هي عشان شافت مارجريت وهي بتقع، فقالت له تاني ان هي حاولت تنتحر. فالدكتور قال لها ان احيانا الذكريات بتتلخبط لما بنشوف حاجات بتصدمنا، وان هو هيكتب لها دواء يساعدها يعني. فقالت له ان هي مش محتاجه، وساعتها بيفتح الشنطه فلمحت ملف عليه اسم مارجريت وجنبه خطر امني. فسالته عن حالتها، فقال لها ان هي اكيد ما ترضاش انه يتناقش حالتها مع حد تاني. فقالت له في الوقت دوت ان هي مش هتعترض، وان هي عايزه تعرف بس هو عالجها ازاي. فقال لها ان هي كانت محتاجه لراحه نفسيه وبدنيه، وهم قدروا يقدموا ده، بس نفسيتها لحد دلوقتي ما اتحسنتش للدرجه الكافيه، لان كان عندها مشاكل زي نوبات الغضب وجنون الاضطهاد، وعشان كده تيد ما بقاش يشتغل في مشروع فيكتوري عشان يفضل جنبها. بعدها بيطلب من جاك يخرج معاه وبيقول لأليس تتصل بيه لو حصل اي حاجه. اول ما بيخرجوا بقى بتقوم تفتح شنطته وبتبص على ملف مارجريت بسرعه وبترجعه الشنطه، واول ما بيدخل تاني مع جاك بياخد جاك معاه للشغل. ساعتها اول ما بيخرجوا أليس بتفتح الملف بس ما بيكونش فيه حاجه فبتحرقه. بعدها بقى بتدخل تستحمى، واول ما بتنزل تحت الميه بتحلم تاني برقصه الباليه، بس الناس اللي فيها شكلهم غريب فبتقوم مخضوضه. في الوقت ده بقى جاك بيدخل يقول لها ان هم هيتاخروا على الحفله، وبيديها الفستان اللي اشتراه الاسبوع اللي فات عشان تلبسه، وعرض عليهم ان هم يخلفوا عشان يبقى عنده نسخه منها، بس هي بتبقى مستغربه كلامه. بعدها بتغطس في الميه بس صورتها اللي في المرايه بتفضل ثابته. بالليل بقى في الحفله بعد ما كلهم سلموا على بعض، شيري سالتها لو بقت كويسه. بعدها أليس لاحظت ان فرانك بيبص لها جامد فحاولت ان هي تتجاهله. بعدها بدات فقره رقص، بس ساعتها اتخضت لان البنت اللي بترقص هي نفسها بنت من اللي شافتها بترقص باليه في الحلم. في الوقت ده اتوترت وافتكرت كلام مارجريت لما اتصلت بيها والطياره اللي شافتها وهي بتقع، ففضلت تتحايل على جاك ان هم يروحوا بس مرضاش. بعدها فرانك طلع على المسرح ونادى على جاك، بس أليس قالت له تاني ان هم لازم يمشوا، بس ما سمعش كلامها. طلع على المسرح ساعتها فرانك فضل يتكلم على ان ده احسن يوم في السنه لان كل اللي في مشروع فرانكي متجمعين سوا، وفضل يشكر في جاك انه من اكتر اللي تقدموا في الموضوع وانه منبهر بيه وعايز يضمه للهيئه الاستشاريه العليا. بعدها سالوا لو فعلا عنده الشخصيه اللي يتصرف بيها ولا ده مجرد تمثيل، ولبسه خاتم وبدا يعمل عرض للرقص. وفضل يبص لأليس وهي متضايقه من اللي حصل، فقامت بسرعه وهي متوتره. ولما باني دخلت تشوفها فضلت تقول لها ان هم لازم يمشوا، ومارجريت كان عندها حق في كل اللي قالته واللي حصل معاها، عشان كده بتسال اسئله ما كانش ينفع تسالها، وان هي ما وقعتش، هي كانت بتنتحر. وقالت لها ان هي راحت الصحراء وشافت القبه ولما لمستها شافت حاجه. فضلت بقى تقنعها ان هي تاخدها بعربيه دان والكل مشغول ويروحوا وتوريها كل حاجه، بس باني رفضت ده كله وقالت لها ان هي كده بوظت القاعده الوحيده اللي كانت مطلوبه منهم. فحكت لها ان هي خدت ملف مارجريت وان هي مش كويسه، فباني فضلت تزعق لها وقالت لها ان ده اهم يوم في حياه جوزها والكل بيحتفل بيه، وسابتها وخرجت. في الوقت ده بقى فرانك كان بيتكلم عن فرحته بالاحتفال بالتحرر من قوانين المجتمع الاعتباطيه واطلاق العنان لطاقتهم، وان بكده هم رواد العالم، والكل فضل يردد وراه ان العالم ملكهم. تاني يوم وأليس بتعمل الفطار، جاك فضل يحكي لأليس عن عمليه استخراج وانه لازم تصريح امني وانه هيشرف على العمليه بنفسه، وده اكبر دليل على ثقه فرانك فيه. بالليل بقى أليس قررت تعزم الكل عشان تحتفل بجاك، بس باني الوحيده اللي ما حضرتش. ساعتها أليس حاولت تتصرف عادي وتبين ان هي مبسوطه بالترقيه. بعدها لما قامت تجهز السفره فرانك فضل يتكلم معاها وقال لها انه عارف ان هما بيفكروا يخلفوا وبيتمنى يكون ولد. بعدها اتاسف لها بان باني ما صدقتش كلامها، وقال لها ما تنساش ان هي برضه ما كانتش مصدقه مارجريت، وانه مبسوط ان في حد بيتحداه، وان ما حدش بيغير العالم الا لما حد بيدفعه عشان يبذل جهده. وقرب ناحيتها وقال لها ان اخرها بعد كل اللي بتعمله دوت ان هي واقفه بتعمل العشاء، وسابها وراح يقعد يتكلم معاها وهي واقفه بتبص من بعيد كده. وفي الكلام بعد ما قعدوا يتعشوا أليس سالت فويرت عن بلدها، فاستغربت من السؤال وسكتت شويه كده وقالت لها من فيلادلفيا. فبيج قالت لها ان هي كمان من فيلادلفيا، فأليس ردت باستهزاء وقالت لها ان معظم اللي في المكان من فيلادلفيا او شيكاغو. بعدها فضلت تتكلم عن الصيف والشتاء وقالت ان هي بتحب الصيف
الصيف والبحر، وسالتهم عن اخر شط راحوه. فبيتر قال لها انه سمع معلومه ان الشواطئ الاكثر الاماكن تلوث، فسالته أليس ان من الغريب ان كلهم قضوا شهر العسل في سي ايلاند شلالات نيغارا، بس اللي قاعدين ردوا ان يمكن عشان دي الاماكن حلوه فالكل راح هناك. فأليس سالت فيوليت تاني ازاي قابلوا بعض، فقالت لها في القطر. فأليس قالت لهم وهو رايح بوسطن، فقالت لها ايوه. فقالت لها ان هي وقعت التذكره وهو وطى وجابها واداها لها. ففيوليت قالت لها صح، فقالت لها دي نفس الطريقه اللي مارجريت اتعرفت بيها على تيد. بعدها سالت بيج عن صاحبتهم ديبي لان هي برضو اتعرفت على جوزها كده، بس بيج ما فهمتش وقالت لها ان هي قصه جميله ورومانسيه، بس فرانك فضل قاعد مبتسم. ساعتها أليس قالت لهم ان كل القصص اللي بتتحكي محدوده، واللي بيتحكي حاجات قليله وبيحكوها كتير لحد ما بتثبت في الذاكره وبينسوا اي تفاصيل تانية زي مارجريت. وقبل ما تكمل كلامها جاك حاول يوقفها، بس فرانك قال له مفيش مشكله وعايز يعرف اللي تقصده من الكلام ايه. فقالت له انه بيعمل حاجه تاثر فيهم، فرد عليها باستهزاء وقال لها زي هستيريا ومشاكل في الذاكره، بس كل اللي قاعد شايف ان مارجريت بتمر بالمشاكل دي وسهل ان هي تتعالج. وقال في الكلام ان دكتور كولينز كتب لأليس برضو ادويه بس هي ما بتاخدهاش عشان كده صحتها مش كويسه. حتى باني ما حضرتش النهارده عشان قلقانه عليها، بس أليس فضلت تقول لهم ان هو بيستغلهم عشان مشروعه، وسالتهم لو يعرفوا ايه عن مشروع فيكتوري اصلا. فسالها قدام الكل لو ده السبب اللي خلاها تروح وسط الصحراء. فجاك اتخض من كلامه وقال لها ازاي تروح هناك من غير ما تقول له، وازاي تجاهلت القوانين. فقالت لهم انه مخبي عليهم حاجه وبيكذب بخصوص مشروع فيكتوري وحابسهم هنا. ففرانك سال فيوليت وبيك لو حاسين كده، فابتسموا وما ردوش. وقال لأليس ان كل اللي هي فيه ده بسبب الاضطراب لان هي ما بتاخدش الدواء، وانها بتعتبر الثقه فخ، بس ما تعرفوش ان المفروض الثقه دي هي اللي خلتها تعزمهم في بيتها زي ما اثرت عليها قبل كده وخلته يعزمها في اوضه نومه. فجاك اتخض من كلامه وبص لها بس هي ما ردتش، وفضلت تتكلم على ان هو بيحاول يعمل عالم تاني حتى الاكل اللي قدمهم محدش فيهم يعرف ايه مصدره، واي حاجه بتجيلهم بتكون منه، وان هدفه يسيطر على حياتهم. بس محدش من اللي قاعدين اهتم بكلامها، وفرانك فضل يقول ان هي تعبانه ومحتاجه علاج نفسي واكيد هتتعالج. ساعتها شيري زعقت فيها وقالت لها ان هم دخلوا بيتها واخرتها تهينهم وعايزه اجوبه لاسئله هي اخترعتها، وان ده تصرف مش مقبول، وان هي بتعمل ده كله بغرض تلفت النظر. فسابتهم وقامت هي وفرانك. وساعتها فرانك خد جاك يتكلم معاه بره بعد ما الكل ما مشي، ولما دخل سالها لو خططت للسهره ديت عشان تقول الكلام اللي قالته واتدمروا. فقالت له ان هي بتحاول تنقذ حياتهم، وان هي قبل كده قالت له ان هي شافت طياره بتقع وراحت ناحيه الصحراء. حتى فرانك اعترف لها في المطبخ ان كل اللي شافته حقيقه. بعدها قالت له ان هي بتثق فيه وما بتحبش غيره، انما ما بتثقش في فرانك، وان هي عايزه تمشي من المكان دوت ويروحوا اي مكان تاني. فوافق. ساعتها قامت حضرت كل حاجه عشان يمشوا، واول ما ركبوا العربيه عشان جاك فضل يعتذر لها، فجاه الحراس وصلوا وخدوها من العربيه. ففضلت تتحايل عليه وتقول ان هي مش هتتكلم في حاجه تاني. بداوا بقى يعملوا لها جلسات كهرباء. ساعتها افتكرت كل اللحظات الحلوه اللي كانت بينها وبين جاك. رجع بيها الزمن مره واحده لحياتهم قبل كده، ان هي كانت في المستشفى بتعمل عمليه وبعدها راحت على البيت، بس جاك كان مستنيها عشان ياكلوا. فاتضايقت ان هو ما حضرش الاكل حتى الميه قطع. فقالت له ان هي تدخل تنام عشان ضغط الشغل، وان هي اشتغلت لاكتر من 30 ساعه وهتنزل الشغل كمان 6 ساعات. في الوقت ده جاك قرر يلجأ لفرانك لما سمع الاعلان عن مشروع فيكتوري اللي كان بيتكلم فيه عن السعاده الحقيقيه، وان ذاتهم الحقيقيه مخنوقه في المجتمع العصري. بعدها بترجع لحياتها تاني بعد ما بتتحسن، وباني بترحب بيها وبتقول لجاك يروح يسهر مع اصحابه وانه تعب معاها الفتره اللي فاتت. من بعدها باني بتبدا تحكي لها عن كل اللي فاتها وهي بتتعالج، بس أليس بتقول لها ان بعد العلاج ذاكرتها بقت ضعيفه جدا. تاني يوم بقى بيبدا الروتين العادي بتاع فيكتوري. الرجاله بيروحوا الشغل والستات بيبداوا يروقوا البيت ويعملوا الاكل، ولما جاك بيرجع من الشغل بيشغل اغنيه معينه. ساعتها بتفتكر كلمات الاغنيه دي، وان وقتها حد كان بيسحبها على الارض. وبتفتكر جاك وهو بيقدم على الانضمام لمشروع فيكتوري 426، وبيوافق على كل الشروط، وانه المسؤول عن الرعايه الجسديه لمراته، وانه لازم يخرج من المحاكاه كل يوم من فيكتوري ويرجع ساعات قليله. ومن بعد ما بيوافق على الشروط بيدخلوا هما الاثنين لعالم المحاكاه، وبيبدا فرانك يحط في دماغهم شروط العالم الفيكتوري. ساعتها أليس بتنهار وبتقع في الارض، ولما جاك بيقرب منها بتقول له يفضل بعيد. فبيحاول يهديها وبيقول لها ان هي في نوبه فزع. فبتساله عن اللي عمله، فبيتخض من كلامها وبتقول له انه حبسها في المكان دوت، وان هي كانت بتحب شغلها وعايزه تكمل. كلامها بيضايقه، فبيقول لها انه مبسوط بالمكان اللي هم فيه وان هم محظوظين، وان فرانك بنى العالم دوت عشان يعيشوا حياه احسن، وانه بيضطر يخرج كل شويه من العالم دوت عشان يجيب الفلوس اللي تكفي ان هم يفضلوا فيه، انما هي بتفضل قاعده في البيت ومبسوطه. فبتقول له ان كل اللي عمله خلاها زي المجنونه، حتى لما لجأت له وفضل يتاسف لها ويقول لها انه بيحبها. فبتقول له ان كده يعتبر كل الستات محبوسين هم واطفالهم. فبيقول لها ان الاطفال مش حقيقيين، والمهم ان هم يكونوا مبسوطين في حياتهم. ساعتها بتحاول تفلت منه بس ما بتعرفش، فبتضربه على دماغه وبيغمى عليه. بعدها باني بتروح لهم البيت، ولما بتلاقيهم كده بتقول لأليس تهرب لان هم هيموتوها. فأليس بتحاول تفهمها ان فرانك عمل البرنامج دوت وان هم محبوسين. فباني بتقول لها ان هي عارفه كل حاجه، وان اللي بيموت هنا بيموت في العالم الحقيقي، ولو عرفوا هيموتوها في العالم الحقيقي. في الوقت ده بقى فرانك بيجيله اتصال ان جاك مات، وشيلي بتكون قاعده بتقطع فاكهه وبتسمعه. انما باني بتقول لأليس ان هي عارفه كل حاجه من الاول، وان هي اللي اختارت دوت عشان عيالها في العالم الحقيقي ماتوا، انما هنا هم عايشين معاها. فأليس بتقول لها ان هم مش حقيقيين. فباني بتقول لها المهم ان هم جنبها. فبتسالها عن الباقيين لو يعرفوا
تعرفه فبتقول لها لا. بعدها بتخرج من البيت وكلها دم وهي منهاره، وبتقابل دان فبيسالها عن اللي حصل وعن جاك وبيقول لها تدخل البيت. فجاه بيبدا ضرب النار والكل واقف بره، فبيل بيقول لدان ان هم ما قالوش ان ده ممكن يحصل وان المكان هنا امن. ساعتها باني بتنادي عليها بصوت عالي وبتقول لها تهرب بسرعه. الكل بيحاول يوقفها بس بتاخد العربيه وبتهرب، والحرس بيجري وراها حتى الضابط كولينز، بس ما بيقدروش يوقفوها. في الناحيه التانيه بقى بيكون في انذار ان الكل يفضل في بيته، وفرانك بيجيله تليفون ان كولينز مات، فبيقول لهم ان هم لازم يقبضوا عليها ويرجعوها لان لو هربت مش هيقدروا يرجعوها للعالم تاني. ساعتها شيري بتلف ناحيته وبتضربه بالسكينه وبتقول له انه غبي وان ده دورها. في الناحيه التانيه بقى أليس بتقفل الطريق بالعربيه وبتنزل تجري ناحيه القبه، واول ما بتوصل بتحس بان جاك معاها وبتفتكر كل ذكرياتهم وبتهرب من عالم فيكتوري. وبس كده يكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش لو عجبك فيلم النهارده تشترك في القناه وتعمل لايك عشان لسه في فيديوهات تانية كتير قوي. وبس كده، سلام.